بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 16 فبراير 2026، يوافق 28 شعبان 1447. ونحن في هذا اللقاء الإسفيري. أنا من مدينة أوهايو، من مدينة كولومبوس أوهايو. واللقاء مع الأستاذ عبد الله فضل الله بمدينة آيوا سيتي، ولاية آيوا، وهو عبر الزوم. وحتكون عدد من الحلقات حسب ما يتاح لنا في الكلام إن شاء الله. وبتصور أنه من أمتع الحلقات والمقابلات اللي حنعملها. وعبد الله فضل الله من الأخوان القدام، والمنشد المعروف، والرجل فنان ومتعدد المواهب، معروف زي ما حتشوفوا في التوثيق ده. وأنا بسميه توثيق يعني مجازا، لأنه أنا بفتكر أنه الغرض منه، أكبر غرض منه، غير أنه يكون للأجيال اللي قدام. أنا بفتكر ده طيب يعني غرض ثانوي. الغرض الأساسي هو الانتفاع به من الناس اللي بيسمعوه، الانتفاع اللي بينعكس في يعني أسلوب الحياة، في درجة تعلقك بالفكرة الجمهورية. الفكرة الجمهورية بتدي الإنسان فهم جديد، معنى جديد لكل شيء، معنى للحياة، معنى لممارسة كل النشاطات. وفي الحقيقة بيدخل بيعيد صياغة الإنسان وتعريفه لنفسه ولمجتمعه وما حوله. ولعل الكثير من الناس ما قادرين يفهموا الصورة دي عن الفكرة الجمهورية. ولذلك بعض الناس اللي حتى يكونوا قروا كتب الأستاذ محمود وسمعوا الندوات والمحاضرات، لكن ما تزوغوا الصورة العملية أو كيف الناس شعورهم تجاهه. فاللغات دي دايما بتعكس الجانب ده. يعني أنا دايما بتشدني جدا، وبلقى نفسي لما نستمع لأي توثيق بكون ماخذ به تماما. فده يعني كتقديم للتوثيق ده. وأنا بترك الأستاذ عبد الله هو يقدم نفسه بالصورة العايزة ويدخل في التفاصيل اللي هو يراها. وحيكون عدد من الحلقات زي ما يتفق، يعني حسب ما ربنا ييسر وحسب ما يودينا الحال. تفضل. تمام جدا، شكرا جزيلا يا دكتور مصطفى. وأنا في الحقيقة مسرور جدا لهذه المقابلة والمقابلات اللي حتكون بعدها إن شاء الله في اتجاه التوثيق. وإن شاء الله ربنا يوفقنا في أننا نقول ما يعين الناس على الفكرة وعلى دين وعلى قيم، وما تكون مسألة بس للإمتاع الذهني والفرح بها في وقتها، وإنما كأنه الهدف هو أن يشد الناس الرحال ليحققوا قيم طرحها الأستاذ في الحاجات اللي أنا حاتكلم عنها دي، في كيف الناس دائما الباب مفتوح لهم ليتطوروا في كل مراحل التطور بدون حدود. لأنه مرحلة الإنسان هي مش أبدية في سلوكه، بل في الحقيقة هي سرمدية، وما في شيء بيحجزه عن أن يمشي في التنقل الأبدي السرمدي إلا تضييق المسألة من عنده براه، وعدم التزامه بالمنهج اللي بيجد فيه نفسه الآن، مش بيأديه كواجب، وإنما يجد نفسه فيه الآن. وأنا هسه شخصيا كل صلاة صليتها من أي ليلة من الليالي بعرف أنه باكر نتيجة شنو. إما أنها مثمرة وممتعة مم. وفعلا النهار يمشي على كده زي ما قلت، أو أنا كنت فتران زي اللي بأدي في الواجب، وقد تكون الساعة 2 أو 3 وداير أختم وده بيحصل يعني بين كل 6 10 15 قيام قد تحصل لك حالة زي دي، وأنت بتلقى أنك أديت واجبك لكن باكر يومك أنت ما مرتاح.
وتظهر حاجات هنا وهناك تدل على انه ليلك ما كان في المستوى المطلوب. انا رايي انه طوالي هاك بهاك الحكايه. ومن اجل كده ما قضيه انك اليوم الثاني تشوف، وانما بتتطور في جسدك وفي قلبك وفي عقلك، وبيمشي في اتجاه من التنازع والشقاق للوحده والتناسق، من التنازع للتناسق. آه انا بعد المقدمه دي داير اقول انه انا طبعا اساسا نحن ناس الجزيره، من قريه مشهوره جدا في الجزيره اسمها قريه الولي. والقريه دي في الحقيقه الولي ده هو جدنا، الولي جدنا عبد الله نعم. الولي. نعم. وهو اول من جه سكن في المنطقه دي. هي منطقه ممكن تقول بتبعد يعني زي من الحصحيصه، لانها حته معروفه من الحصحيصه، ممكن تقول زي كم 20 حاجه زي كم 20 كيلو، او زي 20. او لو انت جاي بالزلط وانت قصاد الجنيد، مصنع الجنيد، ونزلت من الزلط في اتجاه الجزيره اللي جوا، طبعا بهناك البحر، وطوالي بتجي كانه نازل غربا، متجه غربا. نعم. بتمشي الولي في حوالي زي 18 او 17 كيلو، مم. ومنها من الولي، وده شارع زلط نازل لغايه الولي، ومنه ماشي للمحيريبه. والمحيريبه ده مجلسنا الريفي في المنطقه. مم. وبالمناسبه دي عشان ما بتتكرر المسائل، مم. عندنا اخونا اسمه ضفاع الله حامد، مم. الله يرحمه، توفى وهو في سننا، وفي الحقيقه دفعه النور حمد، مم. دفعه الدكتور النور حمد. وكنا اصدقاء قبل ما نبقى جمهوريين. لكن مم. هو سبقني، مشى على الاستاذ بكم شهر كده، مم. وقام الاستاذ ساله وقال له نفع الله انت من وين؟ قال لي انا من الولي جنب المحيريبه. الاستاذ قال لي يا ابني، الولي جنب المحيريبه ولا المحيريبه جنب الولي؟ يا انت ما سلام. بتعرف بلدك ولا شنو؟ يا سلام. طبعا المحيريبه قلت لك المجلس الريفي بتاع يمكن قريب ال 40 قريه، مم. وفيها لما كانت فيها المدرسه الوسطى زمان، لما مم. كانت 4 سنه واربع سنه دي، نحن كنا بنمتحن ب 1000 وشويه عشان ياخذوا مننا 40 ليه. مم. وفيها نشأت فيها المستشفى الرئيسي، مم. وفيها السوق زي ما قلت لك كله أربع واحد. مم. فهي من الناحيه الرسميه، هي مم. طبعا هي تابعه للحصحيصه. الحصحيصه طبعا المجلس الكبير بتاع مم. كل المجالس الريفيه، وكلها بتمشي لمدني. مم. فهو قال لي العباره دي، وبعد قال بدا يكلموا عن الولي لغايه ما اندهش. لا لا لا، الاستاذ ده من الولي وانا ما شفته قبل كده ولا شنو؟ يتكلموا عن القران، ويتكلموا عن الشيوخ وكده. وبالمناسبه دي الاستاذ زار الولي 3 مرات في مم. اول الستينات. مم. انا استشوف السياق الحديث جاب نعم. المزله وذكرتها بالصوره دي. فالولي جدا ذلك قدام انا قد احكي عنه، لكن بايجاز شديد جدا هو اول من سكن في الولي. وزمان طبعا الناس كانوا ما في عموله بيتعاملوا بها يشتروا، كانوا كان في التبادل بالبضاعه. مم. ومره زاروه ناس في جمال وشايلين لهم كميه كبيره جدا من الشوالات الملانه. مم. بعدين الجو كان في بدايه خريف، مم. ونزلوا عنده وقال لهم وما كان عنده عيش، ما كان عنده دقيق عشان ما مم. يطحنوا. مم. فقام قال لهم يا جماعه انتوا ان شاء الله تكون شايلين لكم معكم دقيق او مم. عيش. بعدين بخل تجار ماشيين يبيعوا، آه. ونازلين عنده ضيف. آه. قالوا له لا، احنا شايلين ملح. مم. قال لهم لا ما في مشكله. مشى دبر اموره عشاهم. وبعدين بعد العشاء بشويه شالت سحابه ثقيله جدا، مم. وقال لهم خلاص ملحكم ده
وصف لهم حته عاليه كده قدام البيوت، قال لهم ارفعوا هناك عشان ما يتاثر بالمطر. آه. ومشى حوط الشوالات بتاعت الملح اللي قالوا هذه آه. وقرا فيها، ونزلت مطره لكن ولا نقطه ما نزلت هناك. أيوة. لكن الصباح لما جوا يشيلوا حاجاتهم لقوا العيش بينقلب ملح. قصه مشهوره جدا. آه. ويعني ومن اليوم ذاك بدوا الناس طبعا يتاثروا جدا ويعتذروا، ومن اليوم ده بدوا الناس يقولوا نحن ماشيين بلد الشيخ الولي، الشيخ الولي، الشيخ قبيلة الولي. يا سلام. فدي حاجة. بعدين من الحاجات اللطيفة جدا في الحتة دي آه، أحمد والسعد من المداح المشهورين طبعا. نعم. أحمد والسعد حاجة الماحي وبشريعة وحياتي مم. كلهم عايشين في زمن واحد، وكلهم كانوا بيمدحوا النبي. مم. لما ظهرت المهدية انتقلوا لمديح المهدي، مم. ولما المهدي يهو رحل وبقى في الخليفة عبد الله، وجات المعركة بتاعت كرر المشهورة مم. وأبيدوا فيها السودانيين بالطريقة العجيبة دي. فأحمد والسعد أيوة في الوقت ده كل المداح يتخلوا عن المهدية مم. إلا أحمد ده أيوة. سعد. وهو في الحقيقة جعلي مم. من منطقة بعد شن شوية لفوق. مم. أها قال لما يعني لقى الحكاية ما ياها، والإنجليز جوا طبعا بدوا بمدرمان على بال ما يجهزوا الخرطوم، مم. وهو قاعد في مدرمان سأل الله 3 يوم ورا بعض يستخير مم. أنه يمروا من المدينة دي، يمروا من المنطقة دي، يودي لي حتة هو بيرضاها وبيقبلها. يا قال سلام. 3 يوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أمشي بلد الصالحين، أمشي أهل القرآن الولي. يا سلام. 3 يوم ورا بعض النبي يقول له في الكلام ده، هو طبعا لا بيعرف الولي وين ولا مم. بيعرف جهته ولا سمع بها قبل كده. مم. فشد حاله، لكن قبل ما يقوم يتضح انه في ناس من الولي كانوا في المعركه دي ذاتها لما فيهم يقول له والله نحن هسه ما ماشيين، مم. لكن بدوا يوصفوا له امشي كيف. مم. يقول انت امشي بيوصفوا له قدر ما تصل حته معينه اسال الناس بيوجهوه. المهم مشى لغايه ما دخل الولي، وبعد ذاك الناس احتفلوا به لما عرفوه، وبقى مؤثر جدا في الناس في سلوكهم في تربيتهم. وطبعا القضيه انه الناس الولي ركابيه، ويكاد يكونوا الركابيه الوحيدين في السودان مم. هم على الانصار على المهدي. مم. ولانه اغلب الصوفيه زي ما قال لي الاستاذ متطرقين على طريقه من الطرق الا ناس الولي. لكن كمان لما جاهم والسعد ده الحكايه اشتعلت اكثر، مم. فبقى انه هو معاهم طوالي. مم. الغريبه في اخر ايامه وهو يعني على فراش الموت جوه اهله وهم في قريه برضها زي شرق الحصحيصه، مم. تنوب. تنوب دارين يسوقوه، وفعلا لقوه شالوه ساقوه معاهم. مم. وعندنا عمنا اسمه محمد الامين، سمع عليه محمد الامين اخوي ده، آه. فصديقه وبيناته نقاشات كثيره كده. كان ما موجود في الحله، دخل مم. قالوا له قبل نص ساعه، بس طبعا لازم يشوف الحمير طبعا ما آه. بيكون. قالوا له قبل نص ساعه صاحبك جو اهله ساقوه، عنده حمار جيد، قام مشى وراه. مم. في ترعه مشهوره قدامنا اسمها ترعه عبد السلام، حصلوا. ابوه في البدايه طبعا عارفين انه الزول ده، قالوا له ما في طريقه تقابل والسعد. قال لهم يا جماعه اذا اسلم عليه وودعه. قال له خلاص كده معلش. فهو ماسك يده قال لي يا والسعد انت قلت النبي قال لك امشي الولي، مم. النبي قال لك خلي الولي. طوالي قال حاشا ما قال، حاشا ما قال، قبلوا الزوامل ارجعوا ارجعوا. رجعوا مم. الرغم انفهم ويتوفى في الولي.
يا سلام. فدي ده يعني تشوف الحكايه كيف. لكن مم. الاكبر من دي وغريبه جدا مم. حكايه السيد الحسن. مم. السيد الحسن ده كان عنده علاقه بالشيخ الطيب، بالشيخ الغورشي والدزين، استاذ مم. المهدي، اللي مم. هو قريه اسمها طابه، اسمها طيبه، قبل الحصيصه بشويه. دي كلها مم. الغرة دي في التيانه يعني. يعني مم. مننا ممكن تقول ربع ساعه بالعربيه تقريبا. مم. فهو عنده علاقه عجيبه جدا بالسيد الحسن، مم. بيتزاوروا. مم. فقال عمنا الكلام ده، انا بنقول ليه عمي طوالي، عندي مم. عمين، واحد معانا في القريه اسمه مم. الفكير، الفكير عبد الله فضل الله، فكير طوالي عبد الله فضل الله، معانا عبد الله فضل الله، عبد الله فضل الله. نعم. وعمي الثاني في قريه اسمها شرفت، مم. 10 كيلو مننا برضه، اسمه ياسين، مم. ياسين عبد الله فضل الله. مم. عمي ده قال لي انت لو مشيت لياسين يحكي لك عن السيد الحسن وعن علاقته بيكم. مم. فعلا سافرت له، مم. حكى لي طبعا، حكى لي حاجات تانية كثيرة. مم. فلما مشيت له قال لي السيد الحسن لما نيجي لطابة طيبة يقول لي انا ماشي عنده يا خليفة، خليفته ده اللي هو جد عمنا ياسين ده بأمه، يقعد معاه، لكن ما بيقعد 10 دقائق ربع ساعة، يشربوا المويه، مش بيقدر ما يشربوا المويه، يقول لهم لا شدوا زوامل، نمشي بلد القرآنيين، نمشي الولي، مم. يمشي يجي الولي، يجي الولي يقعد في الولي. ولقدام الغريبة نحن اكتشفنا قدام كثير يعني احتمال في الآخر أيامنا مع الأستاذ أو بعدها بصورة بالتفاصيل، اكتشفنا أنه خالته، لاحظ، مم. خالته طوال يختمه بتجي تزور الولي، وعندها مم. علاقه بواحد اسمه حبوبتنا اسمها عشة كنان. مم. شفت كيف؟ بتجي تزورها وتقعد معاها، واسرة يعني عشة دي عندها بنتها اسمها ست البنات، متزوجة عمنا طوالي اسمه الجيل، مم. أولادهم في سننا وأصغر مننا. بيحكوا مم. لنا طوالي الحكاية دي، يقولوا أنه يعني رغية أم السيد الحسن هي حبوبة طوالي. مم. ف... فدي من الاسرار الغريبه، والله اللي هو عجب. طبعا عارفها وبيجي يزور وكده وعنده احترام برضه لناس الولي يعني بالطريقه دي، مم. وحل مشاكل كثيره، منها مشكله معقده قد احكيها في وقت ثاني. مم. الشاهد انه السيد الحسن علاقته غريبه جدا بناس الولي بالطريقه دي. مم. وفي ثاني من ضمن الحاجات اللي تستحق الاضافه في الحته دي، الشيخ عبد المحمود ود نور الدايم، اللي هو حفيد الشيخ الطيب، رجل أم مرحي المشهور المعروف، أم مرحي اللي هي شمال أم درمان. الشيخ الطيب الشيخ عبد المحمود في طابة، والطابة دي مننا يعني ممكن تقول زي بين 12 13 كيلو كده، بالعربية ما أكثر من يعني بتكون 10 دقائق أو 12 دقيقة كده، لو بالغت ربع ساعة أو أقل كمان. الشيخ عبد المحمود عنده علاقة بالولي كبيرة جدا، اللي هو جدي أنا عبد الله فضل الله، أنا عبد الله فضل الله، عبد الله فضل الله الشوبلي. نعم. نحن كركابية، الجزء الخاص بالركابية في الولي اسمهم الشوبلة، من جدا الشوبلي ده. نعم. فجدي عبد الله ده ماخذ الطريق على الشيخ عبد المحمود ونور الدايم في طابة. وفي وقت فيه يعني الحاجة تلاحظ، في وقت فيه أنه الشيخ أحمد والسعد جاء الولي بعد ما النبي قال له أمشي بلد الصالحين بلد القرآنيين الولي، وبدأ يعمل في عمل كبير جدا في اتجاه التربية والإنشاد، ويستمعوا له كل يوم والتفوا حول الناس، وبقى يعني مؤثر بطريقة كبيرة جدا
في الناس. وزي ما انا قلت الدور الفات، الولي يعني ممكن تكون في الوقت ده بنسبة 90% ممكن يكونوا ركابية، لكن متعددين الأجسام زي ما أنا قلت نحن شعوب الآب. نعم. فالشاهد أنه الأثر ده يعني هم كونهم هم المنطقة طبعا متأثرة بالمهدي، وهو هم بالمعنى ده أنصار. وجاء والسعد أكثر كمان عمق المسألة في الناحية دي، في ناحية التربية بصورة خاصة. في الجودة جدي أنا ماخذ الطريق على الشيخ عبد المحمود، وعشان كده مسمينه المنكر في المهدية يعني. نعم. لكن تحت في علاقة وطيدة جدا بجدنا وبالشيخ أحمد والسعد، مم. وبصورة خاصة يعني لما يكون جدي ماشي للشيخ الشيخ عبد المحمود في طابة، يعني الشيخ أحمد بطريقة أو بأخرى بيناتهم بيقول لنا احنا نلتقي نطلع هناك، يعني يمشي معاه للشيخ أحمد، للشيخ عبد المحمود. مم. بالرغم من بهنا أنه جدي مسمينه المنكر، لكن كأنه عنده والسعد شيء ثاني. وده مم. الفرق طبعا بين الشيوخ وبين التلاميذ يعني كما معروف في المسائل. مم. فالشاهد انه يعني الشيخ عبد المحمود لو كان داير يمشي لأم الرحي جده هناك الشيخ الطيب، اول محطه بينزل فيها هي الولي، لانها هي اقرب محطه. مم. ويعدوا ليله ويسهروا بالذكر والانشاد وكده وناس بيتاثروا بهم، يعني حتى الانصار تحت بيتاثروا بهم، لانه الذكر دي ما مساله يعني ملفته للنظر يعني. نعم. فالشاهد انه يعني دي من الحاجات الملفتة جدا في علاقة جدي عبد الله فضل الله بالشيخ عبد المحمود وعلاقتهم الاثنين بوسعت في المجال ده. مم. انا قصدت انبه للنقطة دي، في حاجات نعم. كثيرة ممكن نرجع لها لقدام. مم. فانا ونحن طلبة في الثانوي، عندي طوالي نسيبي اسمه عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن ده عبد الرحمن العبيد احمد فضل الله. نعم. العبيد احمد فضل الله صاحب للاستاذ وعلاقه عجيبه جدا وشاعر، مم. وبيقول في الاستاذ شعر. وفي الحادثه بتاعت رفاعه، مم. من الحصحيفه برضه ما بعيده مننا، لما جوا آه. الحصحيفه هو من الناس اللي اخذوا بعض الناس اللي في سنه مم. ومشوا الحصحيفه. مم. كاريكابيه عندهم علاقه بالاستاذ، مم. وكان بيقول شعر في الاستاذ. مم. حتى مره الاستاذ قال له انت الشعر ده بعد ذاك بتساءل منه. انا مم. ما قدرت كده يعني، بس في التواضع مم. يا سلام. كان مسكت في الاستاذ. يا سلام. فالشاهد في الامر انه عمنا ده هنا ود عمنا ده متزوج اختي آه. عبد الرحمن اللي هو ابوه العبيد ده، نعم. وشغال هو بتاع طواحين، الطواحين بتاعت اللي بيدقق العيش دي مم. في طابة. في طاحونة ضخمة كبيرة جدا، هو كفني مشرف على صيانتها وبتابع الدقيق فيها. آه. فقال لي، ولاحظ انا الوقت ده نحن امتحنا الشهاده ومنتظرين، وداير امشي لولد عمتي اسمه علي الشوبري، أيوه. جديدي طوالي يعني يكاد نكون مولودين في اسبوع واحد، أيوه. وهو في الابيض. أيوه. فقبل يوم او يومين من ده جاني عبد الرحمن ده شايل معاه كتاب الشرق الاوسط. مم. قال لي انا لقيت لي جمهوريين بعد طلع من محل الطاحونه، آه. لقى في جمهوريين عامل له النقاش برا. آه. قال لي حضرت معاهم، وهو قال لي عنده الندوه برا. قال لي مم. حضرت الندوه، وبعد ذاك فرشوا لهم كتب من ضمنها. انا قلت لهم ده اول مره اشوفه، مشكله الشرق الاوسط الكلام ده 69. مم. اشتريت الكتاب معناه بتاعه. كان متابع، هو كان بيقرأ. بيقرا، شكله بيقرا. آه. لكن نحن طبعا يهود عايشين، انا قد اكون بقرا لكن ما منتبه. لكن الحاجه اللي لفتت نظري فعلا هي لما جاب الكتاب ده، أيوه. فقام قال لي اديك له تقراه انت لانك مسافر. قلت له فعلا كلامك صح. وفعلا فتحت الكتاب وانا قاعد معاه في البيت، وزي ما قلت ادهشني بصوره عجيبه الاهداء. مم.
إن كنت مؤمنا بالله، بكرامة الإنسان، بكرامة الفكر، فهذا الكتاب لك. مم. وإن لم تكن مؤمنا مم. فمن الخير لك أن تؤمن، بل لا بد لك من أن تؤمن، وسيكون هذا الكتاب لك. الله عليك. أنا أقرأ، قريته يمكن 10 مرات لما حفظت، اندهشت ومستغرب في العبارات. مم. من الخير لك أن تؤمن، بل لا بد لك من أن تؤمن، مم. وسيكون هذا الكتاب لك. بعد ذاك قد أكون قالت لي صفحة صفحتين ما بتذكرهم طبعا زي اللي كده، آه نعم. أو خلت لي كتاب. مم. اليوم الثاني أو اليوم الثالث طوالي سافرنا، أنا مشيت الأبيض، مم. وصلت بالقطر. استقبلني ولد عمتي علي الشوبلي في المحطة، وقال لي والله أنت الليلة جيتنا في يوم عجيب. اليوم مم. ده كان يوم 21 شهر 5/69، اللي مم. هو قبل انقلاب مايو ب3 يوم أو 4 يوم. مم. قال لي نمشي البيت تغير وتاكل لك حاجة الليلة قفلة المولد. وطبعا احنا ما جايين المولد باعتبار اننا ناس مولد وصلوات وذكر وكده، بس شباب زي آه. ما قال في ريعان الشباب وابداعي ماشيين نتفسح بس. جينا المولد، وفعلا حلقات الذكر هنا ممتعة شوية كده، لكن بنحاول نقعد فيها دقائق ونشوف غيرها ونشوف غيرها ونبحث عن حاجات تانية كثيرة. عارف براك يا شباب. أي نعم. بس واثناء نحن بنعمل كده لاحظت في زاويه بعيده من المحل المولد في لمه بتاعت ناس. قلت له ذاك شنو يا علي؟ قال لي والله ما عارف، في زول ماش معانا، ما معانا يعني قدامنا خطوات كده، لكن زي المتابعين. وفعلا لما انا قلت كده اتلفت، قال ده محمود محمد طه عنده ندوه. قلت لعلي الله يهود المولد، يا انا سلام. ما عندي مولد ثاني. وطوالي مشيت على المولد وانا منكرب. هو يكورك فيني مالك يا زول، وحاول يجي يلحقني في شنو. ان شاء الله ما في حاجه. وانا طبعا ما قادر ارد عليه، متعلق بس باصل هناك. وفي ذهني طوالي بس ان كنت مؤمن بالله يا بكرامه سلام. الفكر. طوالي بس اول حاجه جاتني، فوصلت الكراسي ملانه والناس واقفين، ووقفت مع الناس اللي كانوا واقفين. لكن انا اول مره اشاهد الاستاذ طبعا، مم. وكنت مشغول باني اشوف شكل الاستاذ واكون قريب منه. مم. فبدأت اتحرك في الاطراف ببر طبعا الناس اللي واقفين، مم. امشي 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 لغايه ما بقيت على بعد يعني مسافه الصفوف الاولى، ومنها الترابيزه بتاعت الميكروفون. آه. بقيت شايف الاستاذ بوضوح شديد. أيوه. والغريبه انا لما وصلت الحته دي واطمأنيت لها ان افضل حته انا ممكن اقف فيها، في اللحظه دي انا شايف زول شاب. وشوف الوصف ده كيف، لابس عراقي. مم. العراقي ده نازل من ركبتين وشويه، يعني ممكن مم. تقول في نص ساقه، وشايل له عكاز غليظ، مم. ولف بفوق وجعل الاستاذ جنب الترابيزه. وانا مستغرب ان الزول ده ماشي كده. وانا قلت في البدايه حتى ظنيت انه حارس، مم. فاذا به بعد شويه الزول ده يرفع لك العكاز ده ويضرب الاستاذ في محل جبهته ولا قريب راسه مم. ضربه. والميكروفون هي ضربه قويه. الميكروفون طبعا ضخمه بطريقه رهيبه جدا. الاستاذ عمته وقعت مم. وبدا الدم ينزل. الاستاذ رفع العمه وبدا يلف، شاله يلف العمه كانه لا يواصل. في مم. الوقت ده طبعا انا من ضمن الناس الجاري جروا على الاستاذ، جرينا عليه، بقيت قريب منه جدا. لكن طبعا الناس قالوا لي ما في فرصه. فعلا بتاع البوليس قبض الولد ومشوا المستشفى. وعرفت طبعا بعد ذاك انه خيطوها للاستاذ بدون بني بدون اي حاجه. نعم. وكنت منزعج جدا طبعا في الحته دي. مم. الغريبه من الاخوان اللي انا مره حكيت لهم ياسر الشريف. ياسر الشريف قال لي انا كنت قاعد برضه، لكن انا كان صديق جمهوريين. يا سلام. والحته اللي بينزل فيها الاستاذ بيت حسن بشير، يا سلام. جيراننا مم. قريب مننا.
وقال لي انا فعلا حضرت الموضوع ده ومشيت معاه المستشفى، حتى بعد ذاك مشيت بيتنا. يا سلام. نحن مشينا طبعا البيت، لكن انا كنت منزعج وظليت على الوضع ده طوال الثلاثة أربع يوم اللي عديناها في الأبيض. كنت مم. طوالي أتذكر الحادث ده، ويعني أكون ما مرتاح، أقول يا الله صح حصل شنو. طبعا ما في علاقة، خليني أرجع له تاني. مم. المهم ده المشهد اللي حصل لنا في الأبيض. و... مم. وأنا بتذكره بعد شوية، طبعا نسيته مؤكد. مم. لكن نحن لما جينا الكلية، آه، يوم نحن في المكتبة. مم. المكتبة محل عرض كبير جدا للجرائد الحائطية بتاعت الطلبة، مم. كله حزب. الوقت كان احنا طالعين من ديمقراطية، لكن أول أيام مايو، يعني ده يعني تقريبا كده مم. بشوية، ما كان في مشكلة. المهم الشاهد أنه معرض رهيب جدا. ونحن بنتكلم بنعلق على بعض الحاجات اللي في الجرائد الحائطية. أسمع لك واحدة من زميلاتنا بتكورك أستاذ محمود محمد طه رسالة الصلاة كده، اتلفت عليها اللي هي دي نجاة محمد فضل، يا سلام. اللي هي اسمها كان كده هناك، آه. وهي نوال أستاذة لقيتها. نوال. ماما نوال. فأنا مشيت عليها أول زول، طبعا لفتة زي ما قلت لك، أو أفتكر دي من اللفتات المطلوبة. يا سلام. اللفتة ما كويسة، لكن اللفتة في الحتة لا دي كيف دي الموضوع ذاته. ولا يلتفت منكم أحد إلا في نوع اللفتات الجيدة. فالشاهد إنه أنا اشتريت منها آه، رسالة الصلاة. وفي كتاب تاني ما بتذكره، لكن رسالة الصلاة ده هو اللي لفت نظري لقدام. آه. أنا يعني يكاد يكون لما مشيت ونحن زمان ساكنين في الداخلية، مم. اليوم الثاني أو في نفس الليلة دي، أنا طول الليل كنت بقرأ في مقدمة الطبعة الرابعة دي، مم. مندهش. طبعا ثلاث أرباع الكلام ما فاهم، لكن مم. الفهم منه محيرني. مم. وظليت على الوضع ده في الحتة دي يعني. مم. فعلا يعني حتى مرة اشتريت كتاب القرآن مصطفى محمود. مم. لا، كتاب مصطفى محمود، آه. الأستاذ اللي أي كتب نعم. فيه الكتاب. أي نعم. اشتريته وداير أقرأه. مم. بعدين عندي جاري مم. يعني في الأوضة الثانية مننا في الداخلية، هو عنده كتاب لا، الأستاذ الغرام. القرآن مصطفى محمود. مم. وهو ترى هو طمعان في كتاب مصطفى محمود. مم. قال لي يا أخي أنت إحنا ما نتبادل. قلت مم. له والله أنا ما قريت لا فيه ولا سطر وما داير أقرأه، جيب مم. نتبادل. شلت مم. منه القرآن مصطفى محمود. شيء ما طبعا عجيب. ما مصدق يعني، إحنا في جو زي ده يعني كنا. وذاك ففعلا تاني يعني ما جه سألك من الكتاب الأول ده بتاع البدلك بيه ده، ما اديته سألك؟ له، اديته ذاك وشلت ده، ولا سالني من ده ولا إلا بشتغل بالليل. حاول. فكانت حاجه عجيبه شوف شديده ربنا يعني، بيعمل الحاجات كيف. بطريقه عجيبه بطريقه عجيبه. مم. المهم طبعا في 72 او بدايه 73 بعد ما اشتغلنا، وانا مم. اشتغلت في وزاره الاشغال، فنقلت لمدني. في وهو لما مشينا مدني الوقت ذاك نحن عندنا مجموعه في منطقتنا اسمها منطقه الحلاوين. مم. قلت لك قبل فيها قريبا 50 60 قريه. نعم. هم مجموعه من القرى دي آه. الافنديه الموجودين في مدني، شغالين في مدني، ساكنين في بيت في مسويقو دي، أيوه. اللي هو حتى محطه اسمها محطه قباني، منها وطوالي محطه القبه مم. الرئيسيه اللي منها تمشي على النسائيه. أيوه. لكن قباني جنب بيت التسجيلات. مم. يعني انت تقطع الزلط وتخش لجوه، اول بيتين ثلاثه بتلقى بيت نزيلان في مم. الحته دي. مم. فانا كنت في البيت ده ومع العزابه ديل. وبعد فتره بسيطه جانا عبد الله خيار، دكتور عبد الله خيار، نعم. كن سامع بيه. كيف عبد الله بعرفه خيار في المدينة ما لقيته كثير.
ايوه عبد الله خيار ده طبعا جا الارصاد من الثانوي، هو مم. وجاه النبي اخذوهم مم. مع بعض. مم. ولما مشى هناك اتفاجأ بانه مدير الارصاد الجوي في مدني هو ولد الجزيره محمد علي حمد، وشايفه الليك بيتناقشوا هو آه. وجاه النبي. الفكره قال لهم والله يا جماعه انا ساكن هنا في بيت عزابه مع عمي عبد الله فضل الله، جمهوري زيكم. الزول ده ما عنده شغله غير الكلام عن الاستاذ محمود. ودي الجزيره قال لي يا اخي تودينا له طوال نشوف. آه. بس بعد يومين ثلاثه قال لي بيعمل شنو؟ قال لي طبعا نحن عندنا مرة بتعمل اكل رائع جدا طبعا افنديه بامكانيات كبيره، بتعمل لنا الغداء الكسرى وانواع من الحاجات المشهيه. عشان كده الوجبه بتاعت الغداء دي هي غدا عشاء، ناكلها الساعه 4 ونص 5. وبعد ذاك الناس ما عندهم اي برنامج. هم ذاتهم اولاد لا عندهم التزام فكري ولا عندهم التزام حزبي، وترى شباب يعني بس. نعم. ولكن عندهم كوتشينه اللي بيغلبون يلقونا انا برا بناقش. دخلوا ديرهم لقى ديرهم انا بتمسك بناقش بس. المغلوبين. انا بناقش بس في الفكره، واغلب النقاش يوصل الصلاه والكلام. آه. قام عبد الله جاب ود الجزيره. مم. الغريبه لما جلقاني انا بناقش مم. قاعد بالراحه، طبعا انا ما عارف شايف في ضيف لكن آه. ما عارفه منه. فلما انتهينا من النقاش قام سلم علي، قال لي انا محمد علي ولد الجزيره جاي مع عبد الله. قلت له والله كلمني عنك فعلا. قال لي يا اخي انت جمهوري ما ناقصك الا ان تلتزم. يا سلام. قلت له شنو يعني التزم؟ قال لي تلتزم المنهج طريق محمد. قلت له انا ما ملتزم، طبعا بكون قريت آه. لكن وبصلي لكن ما بالالتزام واضح يعني. آه. فقال لي خلاص اذا نمشي للاستاذ سعيد، اول يا حاجه سلام. تلتزم على يده يا سلام. ونوريك تعمل شنو في قيام الليل وكده. آه. قال لي أنا بالتفايق 200. قلت له 200 امشي معاك هسه. يا سلام. مشينا طوال الاستاذ سعيد. مم. استاذ سعيد ده كان طالع من مستشفى، كان مم. راقد عنده ناسور، مم. والاستاذ يكتب له والاخوان متجمعين في المستشفى. بس قبل اليوم الطلع ده اول يوم الثاني له قال لي سعيد جاي من المستشفى لكن موجود في البيت. فطوالي مشيت والتزمت على الاستاذ سعيد وقلت له انا يا اخي بعلن ان انا جمهوري من اليوم ده. الاستاذ سعيد طبعا كان مسرور جدا في الحته دي، والجزيره بقى مصاحبني مم. وديني مره بيته مره بيت اخوان تانيين، ونشرب الشاي والقهوه والحاجات. وما في برنامج طبعا في مدني الا يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم السبت في جلسه. السبب فيها انه الناس اللي بيمشوا الخميس والجمعه بيجوا بينقلوا انطباعات عن ما دار في الخرطوم في مم. الثوره، مم. وبتكون الجلسه عامره جدا. أيوة. فظلينا على الوضع ده يعني زي شهرين ثلاثه. وانا في الوقت ده طبعا هو عرفت على الاستاذ جلال والباغر كان رئيس بيت الاخوان. بيقول لي يا اخي انت ما ترحل بيت الاخوان. قلت له والله ما عندي مانع. نحن الحاجه اللطيفه اللي اقولها لك زي ما قلت لك في مسويقو طبعا حتى لغايه الوقت ذاك ما عرفونا بناس عمنا اسماعيل مم. اللي هو نسابة ناس علي احمد ابراهيم جدا ناس عابدة علي. وناس عزة. أي بس هي. لكن طوالي بنسمع النوبات والذكر بتاع الشيخ عبد السيد، لانه محله قبل خلوته قبل القبه. قصادنا عديل محطتنا احنا اسمها القباني زي ما قلت لك. أيوة. وبنسمع قصيدته المشهوره هو اشول، مم. سموه الاشول مم. في بلود هاك هاك كم حل مشكل شيخ عبد السيد. يا سلام. ولا اشول في آه. بلود هاك هاك كم حل مشكل شيخ عبد السيد. حاجه ممتعه جدا. آه. طبعا هاك هاك في بلود هاك هاك مم. اللي هي هاك هاك دي، هاك يعني هاك بهاك. اديك يعني هاك هاك نديك يعني. أي هاك هاك. وما في زي ما بيقولوا احسن منها الا كيف النزيده. يا هاك هاك يا كيف آه. النزيده. آه. فلطيفين. فحل عشان كده قال حل مشكل، حل مليون مشكله لناس زي دي.
يكون اداه هاك هاك وجاوب على شويه ثاني ساله، ما قال لنا انا اديتك. ده حل مشكلته ثاني يا الدجال. سلام. فكنا بنمشي لها يعني حاجه ممتعه جدا وكده. مم. الشاهد في الامر انه انتقلت انا لبيت الاخوان، آه. وكانت حاجه ممتعه جدا. مم. بيت الاخوان نقله حقيقيه بالنسبه لي طبعا. وجنبنا البرهانيه مم. بنسمع انشاد الجميل ذاك، وممتعين يعني كل يوم بنسمعه. بيناتنا الشارع بس، شارع الرئيس. نعم. جمالكم نصب عيني إليه وجدكم وسركم في ضميري ولغى طور التجلي على
ولا قلب طورة جعلي أنا. ومنها بدينا طوالي نتنقل بين نمشي نزور الأستاذ. طبعا سعيد بعد فترة يعني زي كم شهر بقى كويس جدا، وزمان قالوا كان بيمسك مرة في الشهر أو مرة كل أسبوعين أو ما في حاجة منتظمة، لكن بعد ما قام من حالته دي بدأ يزور كل يوم كل أسبوع، ونحن بنمشي معاه طبعا بالبص وكده. ففي الحتة دي أنا وعدت فترة اتنقلت في اللي زي سنة أو سنتين للخرطوم، المبنى بتاع مجلس الشعب الجنب بتاع الشباب والأطفال ده. نعم جدا. المبنى ده كان مبنى البرلمان. البرلمان مشرفين عليه ألمان تقريبا، ونحن طبعا كمهندسين فنيين وطلبونا لنتدرب على المتابعة فيه. فأنا نقلوني بالتحديد عشان الموضوع ده. وكانت حاجة لطيفة جدا. لكن شنو، طبعا قبلها أنا مشيت الأستاذ، لكن في ده أفتكر كان بداية 65 75. ولما كان بداية مؤتمر حاجة اسمها فتح العاصمة. نعم. فقام أنا لما جيت وقلت للأستاذ اتنقلت أنا هنا، قالوا لي ناس الأشغال، قال لي لا ما نقول لهم ناس الأشغال، نقلك مؤتمر فتح العاصمة. يا سلام. وصدقوا عليه الأشغال، صدقوا عليه يا سلام. فكانت لطيفة. وطبعا وفتح العاصمة ده طبعا هو ذاته. نعم كانت لطيفة شديد يعني. لكن طبعا من الحاجات اللطيفة جدا، أنا في وظيفة كانت في الرج، سبحان الله الوظيفة دي ما في حاجة تخلي أن أنا ما أمشي فيها. وأنا قاعد في مدني في الوقت ذاك، وكان مدير المدير المسؤول من الموظفين محي الدين الحضري، ده جمهوري مشهور جدا، يتوفى الله يرحمه. لكن هو يعني أنا ما كنت عارف، يعني ما عارف عنه هو هناك. فلما مشينا وقدمنا فكنا زي كم 30 ومن حتات كثيرة، لكن يكون زي 7 8 من الكلية يعني. والناس الجدد كلهم أنا كنت في شهاداتي أفضلهم. فامتحنا، عملوا لنا امتحان تحريري، وأنا جاوني الثاني مشترك وهم عايزين 2، يعني في الأول ذاك وأنا الثاني مشترك. فقالوا عشان يفرقوا بيناتنا نجيب شهاداتنا. ايوه. الجزء الثاني ده متذكر جدا، اسمه اسم سليم، يبدا بالجيلي، اسمه الجيلي مين كده ما عارف، انا مذكره. فخلاص انا الجيلي ده عارفه، اذا ما كان عنده ملاحق انا متاكد انه هو في الدرجه الثالثه، وانا كنت في الدرجه الثانيه ابر. فبعد ذاك ودينا الشهادات. لما جيت لسعيد كلمته قلت له حصل كده كده كده، قال لي انت ما مشيت لمحي الدين؟ قلت له محي الدين هناك، قال لي يا خليه بيجي بعدين نكلمه. فجاء قال لي ليه ما جيتني؟ قلت له والله انا ما عارف. قال لي حصل شنو؟ حكيت له. قال لي خلاص اعتبر الموضوع منتهي ده بكره. لاحظ محي الدين هو اللي حيحدد منه، لانه هو الرئيس الاكبر في والله غريبه جدا. اختاروا الزول ده، جاني في الجفل الميسا طبعا. قال لي والله بس ربنا ما رايد لك تمشي، لانه الزول ده موسطين المدير العام بتاع المشروع.
ولا عاين ليش هذا دخلوا طوالي. لكن شنو لو انا مشيت كنت بكون لافي في الجزيره، يا ما بكون صحيح، كنت قاعد في بيت الاخوان وجيبوا يا صحيح. الانشاد. يعني حكمه غريبه جدا في الموضوع ده، موضوع والله يعني مبالغة. مم. ايوه وبعدين مطلع لاحظ عجيب. انه هو ذاته حتى لما جابوك الخرطوم، يعني وجابوك فتح العاصمة وانت جايبينك مبنى البرلمان، يعني ذات الموضوع فيه ربط كتير كبير خالص. نعم نعم نعم. وبعدين لانه داك عنده واسطة اوكي، لكن انت في حاجة جاية من فوق لديل، هي السبب. بالضبط بالضبط. رقي لي هناك. انت قايل انه نقلوك ناس الاشغال، نقلوك فتح العاصمه، مؤتمر فتح العاصمه هو النقل قال لي، يا وصدقوا سلام، عليه ناس الاشغال. يا سلام، والموضوع ده بعد قريب السنتين من الحادث ده. يا الموضوع سلام. مخطط تخطيط عجيب شديد. فالمهم هو جينا الخرطوم، وقلت لك ايوه، عشان يتم التصديق للموضوع ده قولي الا يمضى الوكيل، وكيل الوزاره الاشغال. مم. مم. فده السبب اللي جابني الخرطوم قبل موضوع مايو ده. ايوه. فجيت وفعلا مضولي طبعا النقليه على هنا التقديم، وودي الجزيره وصف لي بيت الاستاذ اللي هو لاول مره نحن ناس الجزيره ما قاعدين نمشي الثورات دي، ولا سمعنا بها ذاته، ولا ما عندنا اي فكره عنها. مم. بنجي جنوب الخرطوم والخرطوم صحيح. ذاتها، ولو بالغنا بنجي ام درمان، ام درمان السوق محل السوق وعندنا اخواننا واهلنا بيوتهم هناك عزاء وشغالين كده، يا ده وضعنا. اي نعم. انا لاول مره اتخطى مغابر شرفي، زي يس. ما قلت في انطباعات الزمان دي، قلت لاول مره اتخطى الموت، الموت في مغابر شرفي اتخطى الموت في مغابر شرفي. فالشاهد مشينا للاستاذ، وانا قبل المغرب بشويه لقاني شاب اللي قدام، عرفت انا ده مختار. قلت له يا اخي انا داير اقابل الاستاذ محمود. قال لي يا اخي ممكن تصلي معنا المغرب، وبعد المغرب الاستاذ ذاته بيطلع بيجي هنا. قلت له كويس، ما في مشكله. ملصت جزمتي، طبعا خدمه عجيبه. جاب لي الابريق وصر ملص السرنجه بتاعته، اداني لا اتوضى بها واصلي. وفعلا عملت كده وظليت لابس سرنجه، والاستاذ بعد شويه جاء. طبعا انا في ذهني بنطلون وقميص او جلابيه وشال وعمه وكده، يعني انا ذاتي بتكلم عن زول زي كانوا مالي يعني. وما شفت الاستاذ بصوره واضحه الا يوم بتاع الابيض ده. وفي ذهني بس الشكل بتاع الابيض، الجلابيه والشال والعمه. الاستاذ طلع بالعراقي والسروال والطريقه العجيبه دي البلديه اللطيفه دي. وقلت له وين الاستاذ؟ قال لي هذا الداري يقعد ده. قلت له الاستاذ محمود؟ قال لي ايوه. سبحان الله، طبعا مشيت قلت لك وسلمت، حكيت له وقلت له جيت مأمورية سريعة كده وارجع بكرة لمدني. أنا مع أخوان مدني هناك، وطبعا لأول مرة أجي. وقال لي أنت من وين؟ قلت له أنا من الولي. أوه الولي، وده يكلمني لك عن الولي، كلام قريب من كلام ضفاع الله ده. قال لي الولي جنب المحري وكده. وبدت حاجات تانية طبعا لغاية الوقت يروح لقريب الساعة 8 ونص 9، وأنا داير أودعه لأنه عندنا ابن عمنا في بحري متفق معاه وجويت معاه. ما في ذهني طبعا يا هو برامج الجمهوريين دي، أنا لسه دول يعني جاي جديد. فقلت له أنا متفق عندي ابن عمتي، ابن عمي هناك ما جعله في بحري. قال لي خلاص ما في مشكلة، احنا قايلينك حتبيت معانا لكن اتعشى وامشي. وفعلا قعدت اتعشيت، طبعا صينية باقي غدا. تشوف هذا يعني شيء غريب، غريب جدا، مع انها بسيطه لكن انا ما اكلت امتع من الاكل يا ذاك اليوم. سلام. وبعد ما انتهيت وغسلت يدي، الاستاذ اداني مسواك طوالي دخلته في الشنطه، اصلا قلت ما بهبش ده، ده هديه من الاستاذ.
يا سلام. والاستاذ قال لي انا اقدمك. لما وصلنا نهايه هو المربوع اللي فيه ناس حسن ياسين، ما هو آه. النهايه آه. المربوع. في اللحظه دي جاء مختار مالك ويكوري: يا عبد الله، يا عبد الله نسيت جزمتك، انا ما ماشي بسفين يا اخي. يا سلام. بعدين قلت للاستاذ: شنو يا استاذ ده تنسوني الجزمه؟ طبعا الدروشه والجزمه وما في اي قوانين. ظريفة، ذاتها لطيفة جدا. فبس وقفنا، وقام اداني الجزمه. انا ما داير الاستاذ يجيب، يعني آه. والله بكل امانه ما انا قد اكون مجذوب، آه. لكن في وعي ظاهر يعني. يا سلام. جبت الجزمه في يدي الشمال ومديت يدي اليمين اودي على الاستاذ. قال لي: لا لا لا، البس الجزمه حتى تتحرك. يا سلام. يعني شوف الاستاذ ده وقف، والجزمه طبعا شرابات، وبلاقي عارف الجزم الضيقه دي، وانا لا خايف من دي. كنت اودي على الاستاذ، امشي مسافه هناك، اخذ لي حته اقعد فيها برا ما آه. يمكن. بس قال لي تلبس. قعدنا لما لبست يمكن قريب ال 10 دقائق يا حتى سلام. الاستاذ ودعني. لكن دي من القصص اللطيفه يا في الحته دي. سلام. م. عجيب آه والله. يعني بعد ذاك يا هو انا افتكر جاء الوقت اننا نتكلم عن المدخل، آه. المدخل بتاع الجلسه، الخطاب والعلاقه بين الفكره في نفس الوقت. طيب. عن النواصي. انت بعدك حد تجي وين؟ ايوه، وغالبا هنا ده بس.